راجل مستشار مركب مراته وولده وبنته راكبين العربيه بالليل في اسكندريه وماشيين مروحين على الكورنيش، لقي بياع ترمس. الواد قال له عايز من دي يا بابا. وقف العربيه ونادى على الراجل هات لنا 4 قراطيس انا والمدام والواد والبنت. القرطاس كان بنص جنيه 2 جنيه. راح مطلع 5 جنيه عطاها الراجل المسكين. فرد له طلع له 3 جنيه. قال له لا يا عم الحاج دي مني انا ليك، الله يقويك يا اخي، الله يسهل لك الامور. قال والله انت وشك سمح، حياة سيدنا النبي انت هتروح تحج السنه دي، حياة سيدنا النبي لا هتروح تزور الحج السنه دي. الراجل ضحك. يا عم شكرين بارك الله فيك. المدام قاعد متكيه ما عرفاش حاجه، كان في الزوايا من خبائل. قلت له الناس دول هم يا اخي امالنا يعني 3 جنيه هيوديك الحج، امال لو عطينا 30 هيودينا فين؟ السما السبعه. وخدوا الامر بتلقائيه وعفويه وبساطه. ده قال لها ده كمان الاشد هيقول لها تروح الحج والسنه دي. طب احنا النهارده 2 في ذي الحجه، ها قاعدين 7 ايام على عرفه. طب يا مسكين وسعها شويه. الساعه 12 في الليل التليفون ضرب. الو سياده المستشار، تجيب لنا الجواز غدا ان شاء الله عشان التاشيره. تم اختيارك من قبل الوزاره ان تذهب مع وفد الحج لهذا العام. رجع يجري على الراجل. يا عم الحاج ده انت راجل مبروك، ده انت راجل واصل. قال له يا عم خليها على الله، احنا دعونا لك وكانت ليله القدر. روح يا عمي بس امانه عليك تسلمني على سيدنا النبي. فنزل في الرياض ثم ذهب الى مكه، اتم شعائر الحج ثم توجه الى المدينه فزار حضره النبي صلى الله عليه وسلم وتردد 3-4 مرات. وفي إحدى المرات جلس ينتظر صلاة الفجر فغمضت عيناه، أخذته سنة من النوم، فجاءه حضرة النبي. يا فلان. نعم يا رسول الله. أين الأمانة؟ أي أمانة يا رسول الله؟ أولم يكلفك الرجل البائع أن تسلم له علي؟ فوقف يبكي واعتذر أمام المقصورة معذرة يا رسول الله، أنا نسيت، معذرة يا رسول الله، سامحني يا رسول الله، سامحني يا رسول الله. فلما رجع إلى بيته طاف على الرجل فلم يجده. بعدها بأشهر وهو يسير فوجئ به يبيع. يا عم الحاج، يا عم الحاج أنت فاكرني؟ عمي روح الله يسهل لك. انت ما فاكرنيش؟ ده انا اللي دعيت لي السنه اللي فاتت. يا عمي روح الله يسهل لك. يا عمي ده انا بلغت لك السلام. قال اتق الله، لولا ان جاءك كنت قد نسيت، لولا انه قد جاءك ليذكرك بي ويطلب السلام مني اليه والله ما تذكرت. هذه ولايه. راجل يبيع ترمس على الشاطئ ولا على الكورنيش ولا في الشارع. أنت لا تأبه لمثل هؤلاء. احذر وانتبه، فكم في الزوايا من خبايا وكم في الناس من بقايا.